السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية. جديد بطاقة التعريف الوطنية لسنة 2023. قبل ما ندوزو للتفاصيل، ما تنساوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا. ذكرت النيابة العامة للأمن الوطني تطوير بنياتها في الخدمات ذات الطبيعة الإدارية الموجهة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وفي مقدمتها الوثائق التعريفية وسندات الإقامة وغيرها. وفي هذا الإطار إصدار وتعريف الجيل الجديد من بطاقة التعريف الإلكترونية. تم الاعتماد على منظومتي الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية والهوية الرقمية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني. منظومة الطرف الثالث للتحقق من الهوية آلية معلوماتية طورتها مصالح التقنية للأمن الوطني، وذلك لتسيير ولوج المواطنين والمواطنات لمختلف الخدمات التي توفرها المقاطعات والدوائر الرسمية بشكل يصون معطيات الطابع الرسمي، وتسمح لحاملها بالتعريف بنفسه والتحقق من هويته واستعمالها لخدمات معرفية كالبنك إلى آخره بشكل آلي ومؤمن، سواء بشكل حضوري لاستعمال البطاقة ذات الشريحة الإلكتروني أو كان عن بعد باستخدام تقنية الهوية الرقمية. فالتطبيق المعلوماتي الجديد للهوية جاء لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه المنصة الإعلامية الخدماتية المرتبطة ببطاقة تعريف بيومترية، وهو نظام يمكن تشغيله على كل الأجهزة الدقيقة والرقمية، ويسمح للمواطنين بإنشاء وتتبع واستغلال هويتهم ضمن القضاء الرقمي بشكل آمن وشخصي، انطلاقا من المعطيات المضمنة في بطاقة التعريف الوطنية. وفي نفس السياق تم إنشاء بوابة رقمية تضمن للمواطنين الاستفادة من الخدمات المعلوماتية الرقمية بشكل آمن وسلس.